في خبر مفرح لجماهير الرجاء الرياضي، انتعشت خزينة الفريق الأخضر بمبلغ مالي مهم قدره 450 مليون سنتيم، وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالح النادي ضد شركة عولال المحروقات. هذا المبلغ يعتبر دفعة قوية للفريق، خاصة في هذه المرحلة التي يحتاج فيها الرجاء لدعم مادي من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، سواء على مستوى التعاقدات أو تسوية بعض الالتزامات المالية. وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع تجاري بين الرجاء والشركة المذكورة، بعد إخلال هذه الأخيرة ببنود عقد الرعاية الذي كان يجمع الطرفين. وبعد اللجوء إلى القضاء، أصدرت المحكمة حكما نهائيا لفائدة الرجاء، يلزم الشركة بأداء مبلغ 4.5 مليون درهم. هذه الموارد المالية الجديدة من شأنها أن تخفف من الأعباء المالية التي يعاني منها الفريق، وتمنح الإدارة هامشا أكبر للتحرك خلال فترة الانتقالات الصيفية. جمهور الرجاء عبر على مواقع التواصل عن فرحته بهذا الحكم، معتبرا أنه انتصار قانوني مهم، ويؤكد أن الفريق بدأ يسترجع مكانته على كل المستويات، سواء داخل الملعب أو خارجه. هل تعتقد أن هذا المبلغ كاف لمساعدة الفريق في سوق الانتقالات؟ شاركنا رأيك في التعليقات. من بين الملفات اللي تشغل إدارة الرجاء الرياضي فهذا المرحلة ملف اللاعب عمار لغضف، اللي كي ينتهي العقد ديالو مع نهاية الموسم الحالي. وحسب المعطيات المتوفرة، فالمفاوضات بين اللاعب وإدارة الرجاء بدات من قبل وما زالت مستمرة، فمحاولة لإيجاد صيغة ترضي الطرفين. لغضف كي يظهر عليه التشبث بالقميص الأخضر، وكي يؤكد أنه رجاوي وكي يبغي يكمل التجربة ديالو مع الفريق. مصادر من داخل النادي نفت الإشاعات اللي تقول أن اللاعب عنده وكيل أعمال حالياً، وأكدت أن العرض اللي جاء من فريق ريال إيرون اللي كي ينشط فالقسم الثالث الإسباني كان فقط عبر وكيل إسباني، وفاش كانت فترة الميركاتو الشتوي. ورغم أن لغضف ما كانش كي تلقى الدعوة باش يشارك مع فريق الأمل في كاع اللقاءات هذا الموسم، إلا أن الرغبة ديالو فالاستمرار باينه، خصوصا أن الرجاء كي يعيش مرحلة بناء جديدة، وكي يحتاج لكل العناصر اللي كتتوفر على روح الانتماء. الجماهير الرجاوية كتنتظر الحسم في هذا الملف، وكتتمنى يكون القرار لصالح اللاعب والنادي، خصوصا في ظل التغييرات اللي كيعرفها الفريق في هذا الصيف. شنو رأيكم في بقاء لغضف؟ واش عنده ما يضيف للفريق؟ خلوا لجنة تعاليقكم.